من عظماء هذه الأمة بحق الرجل الذي باع 5 أفدنة حتى يسافر إلى اليابان على نفقته لينشر الدين الإسلامي. الشيخ علي الجرجاوي من قرية أم القرآن محافظة سوهاج. اشترى الشيخ صحيفة فقرأ خبر انتفضت له جوارحه بأن رئيس الوزراء الكونغكاتسور أرسل خطابا رسميا إلى دول العالم يرسل إليهم العلماء والفلاسفة من كل أصحاب الديانات يجتمعون في مؤتمر ويتكلم كل واحد عن قواعد دينه وفلسفته، وبعد ذلك يختار اليابانيون ما يناسبهم من الأديان ليكون دينا رسميا في اليابان بأسرها. وكان سبب ذلك أن اليابانيون بعد انتصارهم على الروس رأوا أن معتقداتهم لا تتفق مع تطورهم الحضاري وعقلهم الباهر. ذهب هذا البطل إلى شيوخه بالأزهر فقوبل اقتراحه بالرفض بعبارات إن شاء الله ربنا يسهل. فكتب الشيخ في صحيفته الخاصة الإرشاد الذي كان يملكها نداء عام لعلماء الأزهر حتى يتحركوا بسرعة، ولكن لن يستجيب له أحد. قام هذا الشيخ الذي حمل هم أمه على كتفيه ذهب إلى قريته وباع 5 أفدنة وهو كل ما يملكه، ينفق على حسابه الخاص تكاليف السفر. ركب السفينة من الإسكندرية إلى إيطاليا ومنها إلى بومبي بالهند ومنها إلى سريلانكا، وهناك اتخذ باخرة إلى سنغافورة وأخيرا إلى اليابان. تفاجأ بشيخ هندي وشيخ قيرواني بتونس وشيخ صيني كل أتوا على نفقتهم الخاصة، ووجدوا أن الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله قد أرسل بوفد من العلماء الأتراك. كان كل واحد يحمل في وجدانه رسالة محمد بن عبد الله. أسلم الآلاف على تلك هذه المجموعة، وكاد إمبراطور اليابان نفسه أن يسلم بعد أن أبدى إعجابه بالإسلام، لكنه خاف على كرسي الإمبراطورية بعد أن احتج الشعب على هذا المؤتمر. فأخبر رئيس الوزراء الشيخ الجرجاوي أنه إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء سيختار الإسلام. خرج الشيخ الجرجاوي إلى شوارع طوكيو برفقة الترجمان ليسلم على يديه آلاف اليابانيين. عاد بعدها إلى مصر ليصف تلك الرحلة في كتاب من أجمل كتب الأدب، الرحلة اليابانية.